رانيا يوسف دايما مختلفة. المرة دي مش بفستان جريء ولا بإطلالة مثيرة للجدل، لكن بمفاجأة فنية من العيار التقيل. النجمة المصرية المثيرة للجدل قررت تخوض تجربة جديدة وتفتح أول مدرسة رقص شرقي وغربي خاصة بيها، وتكون تحت إشرافها الكامل. مدرسة للرقص بتقول إنها هتجمع بين التعليم والفن واللياقة، وهتستهدف البنات من كل الأعمار. لكن المفاجأة الأكبر كانت من أبو ظبي، لما رانيا يوسف ظهرت على المسرح في أولى حفلاتها الغنائية وسط جمهور كبير في الإمارات. وده اللي خلى جمهورها يسأل: هل رانيا بدأت طريقها في الغناء رسمياً؟ الصور والفيديوهات اللي انتشرت من الحفلة أظهرت رانيا بإطلالة جريئة كعادتها، وبتقدم استعراض غنائي راقص كامل على المسرح. البعض شاف إنها خطوة جريئة وجميلة، والبعض الآخر وصفها إنها مغامرة مش محسوبة. رانيا يوسف من زمان وهي بتقول إنها بتحب الرقص وبتشوفه فن راقي، وده بان في أكتر من تصريح وفيديو ليها وهي بترقص في مناسبات خاصة وعامة. لكن المرة دي الوضع مختلف: مدرسة، طلاب، حفلات، ورسالة فنية جديدة. والجمهور بينقسم كعادته. في ناس شايفة إنها بتكسر التابوهات وبتجرب حاجة جديدة بكل شجاعة، وناس تانية بتقول إن الخطوة دي فيها استعراض أكتر من مضمون. رانيا بتقول إن مدرستها هتكون أكاديمية متخصصة، مش مجرد مكان لتعليم الحركات، لكن للتوعية بأهمية الرقص في الصحة النفسية والجسدية، وهتفتح أبوابها في القاهرة خلال شهور قليلة. هل فعلاً رانيا يوسف تقدر تنجح كمغنية وراقصة محترفة في نفس الوقت؟ وهل الجمهور المصري والعربي هيقبل منها الدور الجديد ده؟ الأكيد إن رانيا يوسف عارفة إزاي تفضل في الصورة دايماً وتكون حديث الناس والترندات، سواء بفستان أو بخطوة فنية جريئة. وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. هل شايفين إن رانيا يوسف بتبدع وبتكسر الروتين، ولا بتحاول تخلق ترند حتى لو بدون مضمون؟ واستنونا في فيديو جديد من أخبار النهاردة.